الاهلي ده حياتنا، شفنا معاه المعجزات وتاريخه كله يحكي عن اغلى الانجازات. من سورينا وراه في الازمان اتسلفت، النادي اللي جمعنا ولا نسيتوا الذكريات. اهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن محمد عبد الله، يعني حقيقه ده يعني مريض نفسي، كلنا عارفين ان هو محمد عبد الله ده مريض نفسي وتعبان نفسيا، والاهلي عامل له مرض نفسي في دماغه حقيقه، يعني ليس على المريض حرجا، يعني ده مريض نفسي وتعبان نفسيا، والاهلي عامل له مرض جامد، مرض نفسي جامد قوي يعني. فلذلك ده اصلا كرهه وحقده تجاه النادي الاهلي عماه، يعني مش عارف هو بيقول ايه اصلا، كله كلامه كله كذب وافتراءات على النادي الاهلي وكلام غير صحيح بالمره. هدفه بس التشويش، هدفه ان هو يعمل مشكله داخل النادي الاهلي، وهدفه ان هو يعمل كلام، يقول كلام غير محترم وكلام غير صحيح بالمره. فلذلك ده اصلا ما عندوش مبدأ في حياته، ما عندوش شخصيه، متلون بميت وش. فلذلك منافق ومدلس وكذاب، لان هو بيكره وبيغل وبيحقد، والشر ملأ قلبه تجاه النادي الاهلي. النادي الاهلي عامل له مشكله وعامل له تعب نفسي وعامل له عقده من سنين، لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا في فيكم بجد والله العظيم حاجه في منتهى التعصب، حاجه غير محترمه من مره يعني. تعال شوف معايا كده يوم ماتش الزمالك وفيوتشر، واحد قاعد بيتفرج اكنه شغال او قاعد درجات الثالثه يمين. يعني عايز اقول لك يا محمد عبد الله، ايه الكذب ده؟ انا لما شفت بضحك عليك، انا بضحك عليك، والناس اكيد الناس كلها بتضحك عليك. ده ايه الكذب اللي على الهوا ده؟ ايه الكذب العلني اللي على الهوا ده؟ تطلع تقول امام عاشور كان بيتفرج على ماتش الزمالك وفيوتشر وهو متنطط وفرح؟ لا والله صدقتك يا صدقنا احنا كده وقلنا انت جامد ومش عارف ايه. انت عامل القصه دي عشان امام عاشور وجعك، عشان امام عاشور المشطشط راح الاهلي، فده اللي مجننك وعامل لك تشويش في دماغك وعامل لك مشكله في دماغك. كذاب كذاب كذاب، افتراءات على النادي الاهلي، مفيش الكلام ده، ولا امام عاشور اتنطط ولا الكلام ولا الهوا. لان لو حصل كده كان امام عاشور طلع يتكلم وقال، وكانوا احنا لنا علم بالموضوع ده، لان ده اللي حصل. ده اكتر واحد كذاب، اكتر واحد عايز بامته، اللي هو عايز يعمل مشاكل داخل النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يجي يتكلم مع امام عاشور والكلام ده. طبعا النادي الاهلي مش هيبص لمحمد عبد الله، لان هم عارفين اللي هو كذاب كذاب، لان كل الكلام ده افتراءات على لاعب في حق اللاعب، وما حصلش الكلام ده. ويحلف ويقول لك انا كان هو مش عارف ايه، وقاعد جنبك ايه؟ هو قاعد جنبك ايه؟ انت تقعد يعني بتكذب على الناس على الهوا. فده اكتر واحد كذاب اصلا وغله وحقده. وللعلم اللي عمل محمد عبد الله واللي خلاه حاجه وشهره حاجه للمره ده، يعني اول مره ثانيه اللي شهر محمد عبد الله وخلاه حاجه هو النادي الاهلي في 2006 من كاس العالم للانديه. ده كان ما يحلمش اللي هو كان يروح كاس العالم للانديه، كان ما يحلمش بس كده يروح كاس العالم للانديه. اللي عمل فيها زملكاوي ده كان بيتنطط مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا 2006، وكان في كاس العالم للانديه اللي عامل فيها زملكاوي ده. فده عشان بقول لكم هو ده متلون وبميت وش. فلما انت اللي قاله ده كلامه كله كذب وافتراء عن امام عاشور عشان متغاظ منه ومشطشط. فطبعا اصلا محمد عبد الله اصلا كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. محمد عبد الله اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. بنزل من بيتي في كل يوم رايح للاهلي انسى